من الآن وإلى الأبد آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين بعيد الصليب المجيد. عيد الصليب يبقى فترة كويسة للإنسان، لأن الفترة من أول الخمسين لغاية صوم الميلاد الواحد بعد ساعات كده بتبرد محبته أو تبرد محبته لله. علشان كده الكنيسة ترتب إن إحنا نعيد للصليب أو عيد الصليب. كتير مننا بينظر للصليب كأنه يا دوبك حتة خشب وبس. لا، وعلمنا بولس الرسول النهارده بيقول it is the power of God. يبقى الصليب بما إن يسوع المسيح هو اللي اتصلب عليه بقي قوة الله. لكن apparently كده it means weakness. واحد ازاي how God to be crucified, how God to be presented in this weak nature, how God is the Almighty One to be very weak in front of the Jews, in front of his adversaries. So important to know that the cross, it is the love of God and also the power of God. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول اوعوا ان انتم to be shamed of the cross. To be shamed. Most of the people, they are glorify the cross, but the meaning of the cross has to be very clear to us. ايه المينينج دي؟ كتير قوي مننا يرشم الصليب، حتى لما نيجي نتخض نقول باسم الصليب. نرشم على ولادنا الصليب، نرشم أجسادنا بالصليب، نرشم بيوتنا بالصليب. تقديس قوة. لكن مهم life, how to accept the meaning of the cross. وعلمنا بطرس النهارده جميل قوي يقول لنا بليز إنه أيها الأحباء أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تبتعدوا عن الشهوات الجسدية التي تقتل النفس. أول مينينج للصليب إن إحنا to crucify the passion and the bad desire of our body. Very important to know that this crucifixion is so important to let the Holy Spirit, which is present in us and dwell in us, to be glorified. كتير قوي 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 الأكل والشرب واللبس والفسح كتير قوي تبعد الواحد عن المينينج ده. How to crucify the passion and the bad desire of this flesh. يقول كده it's not body, it's flesh. علشان كده الكنيسة تخلي فيه صوم، تقول مش كل حاجة تتحط لك تاكلها، مش كل حاجة تتعرض عليك تقبلها. لا، لازم يبقى فيه سيستم في حياتك. عشان كده بيقول معلمنا بطرس النهارده ما تخلوش بعد ما ربنا حررنا get freed to us ان احنا to be again slaved بان الواحد يعمل الحاجات دي تاني. يقول كده كأحرار لا تكن حرياتكم كستار للشر بل كعبيد الله. It's not as a curtains نخبي في الشر اللي الواحد بيتعرض عليه. مهم قوي ان الواحد يعرف ان الصليب كمان مش ان هو يسيطر على الباد ديزايرز بتاعته او ان هو يinterrupt الباد ديزايرز، لكن الحاجة التانية ان هو يخش من الباب الضيق.
enter into the narrow gates. narrow gates يعني ايه؟ وصلنا حاجات كتير ممكن الواحد يمشي في العالم يعملها، لكن يقول لا انا عايز اختار ان انا هعمل كده. especially الريبيوتيشن بتاعتنا. ممكن الواحد بتاعته زي السيد المسيح النهارده قالوا له انت فاكر نفسك ايه؟ مع ان هو he is God in our nature. قالوا له انت فاكر نفسك ايه؟ انت باي سلطان بتعمل كده؟ لكن حتى بابا نرجس او اولاد نرجس قالوا ايه؟ ده انت المفروض، ده انت ربنا، ده انت المفروض تنزل نار من السماء تاكل الناس دي كلهم. لكن الاتيتيود ده مش المينينج اوف ذا crucifixion. The meaning of the cross. The meaning of the cross, Jesus Christ chose the narrow gates. The narrow gates. عشان كده مهم احنا كمان to choose like him the narrow gates. اوقات كتيرة جدا الواحد ممكن ما يقدرش يغفر للي بيعملوا عليه bad reputation. ما بيقدرش، مش قادر يقول قالوا عليا كذا وقالت عليا كذا وقال عليا كذا bad reputation. لكن نقول افرحوا وتهللوا. ليه؟ لأن during this witness أو الفيلينج بتاع الواحد لما يحس إن في حد بيقول عليه حاجة وحشة، الواحد بيصبر جدا وبيبقى عايز يريفنج. لكن أجمل حاجة إن الواحد يدي إن هو يغفر زي ما غفر السيد المسيح. بمقدرتنا صعب جدا، صعب جدا، صعب جدا إن احنا نغفر. So hard إن أنت to forgive your adversaries. صعب. لكن أول لما تطلبها من الله تبقى سهلة. This is the meaning of the cross. دي أحمل صليبي وأمشي وراه صح. Other meaning of the cross إني تاخد المتكئ الأخير. تاخد المتكئ الأخير، تعمل كل حاجة كويسة وفي الآخر تديها لحد. يعني ما تظهرش الفين جلوري. إن أنت أكتر ناس يحبوا الفين جلوري الناموسيين. أنا عملت وأنا عملت وأنا عملت وأنتم ما تستاهلوش. كتير قوي مننا تقولوا الكلمة دي، ما تستاهلوش. طب تعالوا كده، ربنا خلقنا وخلق لنا العالم وخلق لنا كل حاجة كويسة جدا، وفي الآخر غلطنا في حقه وسيبناه. المفروض ربنا إنه ريتيرن يقول أنتم إيه؟ ما تستاهلوش. أنتم ما تستاهلوش. أرجوك أول ما تحس بصغر نفس وتحس إن اللي قصادك مش مقدر أنت عملت إيه، بص للمسيح على طول. بص للمسيح أو ارشم الصليب على طول. تاني، أول ما تلاقي اللي قصادك مش مقدر كل التعب وكل اللي أنت عملته، كل حاجة كويسة أنت عملتها مش مقدرها، ارشم الصليب. علشان كده على ده حمل صليب. وبقول كلمة حمل يعني حمل، يعني الواحد ظهره بيتقل. النفسية ما بتقدرش تستحمل الحمل ده، لأن نفسيتنا عايزة الطبطبة وعايزة نقول كويس كتر خيرك الله يعوضك. لكن إن احنا نبقى زي المسيح ونتحمل ده لازم أيضا نطلبها في صلاتنا. لأن من أجلك نعمل إيه؟ نمات كل النهار. الواحد مهم قوي، الموت مش سهل حبايبي. علشان كده إن كانت الصليب sign of موت death، لكن at the same time it is a sign of resurrection. بعد الصليب حصل أو at sign of power. علشان كده بولس الرسول ده كان ابن زواج قوي، كان راجل يعني زيكم كده متريش، وراجل ابن زواج قوي.
ابوه كان عنده مصنع خيام كده، وراجل كبير قوي، وبعته يدرس بره الناموس وحاجه، ومعاه كنديان سيتي، قصدي الجريك سيتيزنشيب، زيكم كده. لكن في الاخر قال حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح. معاه كنديان سيتيزن شاب، ومعاه وابن زواج، ومعاه فلوس، ومعاه، لكن انت رمى كل ده، قال ده نفايه. انا لما افهم الصليب وافهم ان ربنا يسوع المسيح فداني على الصليب واعطاني نصره على الشيطان، يبقى حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح. علشان كده المسيحيين يفرحوا قوي في عيد الصليب، يرسموه على ايديهم، يحطوه في اعناقهم، يمسكوه في ايديهم، يرسموه كده. يعني انتوا عارفين ادي الثالوث القدوس، اب وابن وروح. حتى رسمه الصليب بتبقى لذيذ قوي، اب وابن وروح القدس. نرسم مش كده، بنعلم اولادنا كده، والاثنين دول ال70 دول طبيعه جسديه وطبيعه الهيه يونايتد توجذر، يبقى الثالوث القدوس وطبيعه السيد المسيح. او بحركه صغيره خالص نقول الايمان المسيحي، ونبتدي نرشم جسدنا، ونرشم اولادنا، نرشم اشغالنا، نرشم ممتلكاتنا، نرشم كل حاجه بعلامه ربنا يسوع المسيح علامه القوه. الله يدينا القوه والنعمه في عيد الصليب علشان نبتدي ان احنا نبشر بصليب ربنا يسوع المسيح الذي له المجد.